السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الأجهزة اللي بتجيلنا، يبقى مثلا عطلي سوكت شحن، عطلي جرس، عطلي سماعة، مايك، أيا كان، يعني شغل في البوردة. بس الجهاز ده عشان تفكه لازم ترفع الشاشة عشان تفك المسامير، زي الجهاز اللي معانا ده النهاردة الجي 5. في منه بقى جي 6، جي 4، الاي 7. كل الأجهزة دي لازم ترفع الشاشة عشان توصل للبوردة. هقول لكم كده كام نصيحة كده وان شاء الله اقدر افيدكم. اول حاجة، اهم حاجة خفة الايد، تكون ايديك خفيفة وعارف انت شغال ازاي، الا بقى لو لا قدر الله مكتوب لها ان هي تتكسر، دي حاجة بقى خارج عن ارادتنا يعني. تاني حاجة، لازم تشتغل في مكان يكون هادي بعيد عن التعاملات، يعني ما ينفعش تبقى انت قاعد مثلا بتتعامل مع زباين في بيع وشراء وانت قاعد بتفك الشاشة، لازم هتغلط ولازم هيحصل مشكلة. فتحاول ان انت تشتغل في مكان هادي ما يكونش فيه ازعاج وانت شغال. تخش على النت، دي بقى نصيحة مهمة جدا، تخش على النت تشوف نوع الجهاز اللي انت شغال فيه والفلاتة بتاعته موجودة فين. لو الفلاتة دي موجودة فوق، من فوق، تفك الجهاز من تحت زي الجهاز بتاعنا النهاردة كده، الفلاتة بتاعته من فوق. عندك الجي 4 والجي 6 مثلا الفلاتة من تحت، يبقى انت تبتدي من فوق، وهكذا، بحيث ان انت تبعد خالص عن القصة بتاعت الفلاتة ان هي تتقطع وانت بتفك. بعد كده، لو انت هتشتغل على سخان، انصحك ان انت تشتغل مثلا على 100، اقصى حاجة 110 لو انت مستعجل، انما ما تزيدش عن كده. الجهاز اللي انا فيه ده انا شغال فيه بالهوت اير او الهوت جن يعني. بجيب اول حاجة موس، واقعد الف كده حوالين الاطار اللي هو فك الدبل فيس بتاع الشركة اللي هو جاي في الشاشة نفسها. وزي ما قلت لكم انا شغال من تحت لان انا عارف ان فلات الجهاز ده من فوق. هبتدي واحده واحده كده فوق، وهساعد معاها بنقطه طنة. مش هحط طنة كتير، نقطه بسيطه بس اللي هو يا دوب تفكلي، ما تلحقش توصل حتى للشاشه. اهم حاجه في العمليه دي، مش عايزين استعجال لاي سبب من الاسباب. الاستعجال وحش، يعني عشان انت تستعجل وانت بتفك الشاشه، دي حاجه في حد ذاتها خطوره كبيره جدا. فاحنا نحاول واحدة واحدة، ولما نحس ان اللزق ماسك قوي، بنساعد مع السخونية بنقطة تنر صغيرة، ونحاول زي ما انا قلت لكم واحدة واحدة كده، وما نستعجلش. هتلاقي الشاشة بتطفع لوحدها اهو. بص ما شاء الله، الشاشة خلاص بقت واضحة قدامنا اهو. انا شغال عموما ببتدي افتح بموس من الاطراف، وبعد كده بشتغل بورق اشعة. في ناس بقى بتشتغل بورق كوتشينة، اي حاجة تكون خفيفة تقدر تساعد معاك. بص الشاشة اترفعت لوحدها اهو، مش محتاجة أي مجهود مني تاني خلاص. السخونية تبقى انت حاسس ان هي مش بتلسع الشاشة، يعني ايديك فيها لسعة بسيطة اوي كده، تكون ايديك خفيفة وحاسس انت بتعمل ايه. انا بالنسبة لي خلاص اهو، المفروض الشاشة اتفكت. في ناس بقى تروح مستعجلة كده تروح شدها وخلاص الموضوع منتهي، لا غلط جدا. انا اهو بحاول ارفع فيها، مش عايزة ترفع معايا، لا مش هستعجل. يا اما هديها تسخينه تاني، لو انا حاسس ان هي مش محتاجه تسخين. طبعا انا بحس بايدي ان هي لسه فيها سخونيه، فما سخنش تاني. ممكن اساعد معاها بقى بنقطه طينه، بحيث ان اللزق ده يفك. أهي الشاشه قدامي واضحه خالص اهو، نقطه الطينه هتلاقيها فكت خالص معاك. طبعا التنر ده نبعد عن الكاميرا، نبعد عن السنسور، نبعد عن الكلام ده كله. بس زي ما انتوا شايفين المسامير كلها تحت الشاشة اهو، يعني أنا مش هعرف اوصل للبوردة الا لازم افك الشاشة. بس وبكده الشاشة اتفكت، والموضوع سهل وبسيط، بس محتاج تركيز وخفة ايد. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.